وسيبتعد على المناطق الجزء حتى الأربعة الأولى. كابتن حيدر أنا أخشى على الزوراء أن يفقد الهيبة، هيبة الزوراء. إذا ما شنو؟ إذا بقى على هذا، يعني صار 7 مواسم بهذه الطريقة وبهذه الأدوات، الزوراء سيفقد هيبته. الهيبة مالته عندما ألعب مع فريق الزوراء أحسب له 100,000 حساب. هسه أغلب الفرق تتمنى تلعب مع الزوراء. الزوراء فريق كبير، مو هيك محترفين، مو هيك محترفين ولاعبين محليين على مستوى عالي. هسه المدرب على مستوى عالي بس ادواته يعني يحكي وجهه نظر بعيده المدى. انا نادي الزوراء يعني يقول لك انا اخاف على الزوراء مثل نادي الزوراء يصير بي اللي صار مع الطلبه هذيك المواسم. نعم. هو مشهودات له القراءه المستقبليه عنده جدا توب. الزوراء ما كان يعتمد على اللاعب البديل في الفرق الاخرى، كان الزوراء يبحث على النجم. صحيح. ويصنع النجم. وهو يعني الفرق اللاعبين النجوم هم يبحثون عن الزوراء. الآن الزوراء بالسنتين الأخيرة، السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن لاعبين جالسين في بدلاء مع فرق أخرى، وهذا صعب جدا أن تعيد هيبة الزوراء. هيبة الزوراء تنكسر عندما ما يكون له كاريزما وشخصية اسم الزوراء. الزوراء بقى به فقط اسم واحد، فقط الجمهور مالته. الإدارة مالته ما عندها خطط مستقبلية، واللاعبين ما عندهم يعني الشخصيه اللي هم يستحقون لتدريب. ما يعرفون قيمه الزوراء مثلا؟ لا مو يعرفون قيمتها، هم ما عندهم امكانيات انه هم يمثلون نادي الزوراء، فبالتالي الزوراء بقى بقوته فقط جمهوره، شخصيته بجمهوره حاليا فقط. اما اداء داخل الملعب اعتقد يجوز كابتن علي شاطر ري كل الفرق تتمنى تلعب الان مع ضد الزوراء. ليش؟ لان فريق سهل، بس حالاتهم مو فريق صعب. ممكن ان تبدع، ممكن ان تطبق ما يعجبك انت ويحلو لك. لهالدرجه هذه؟ هاي وجهه نظري اني. هاي فنيا يعني داخل الملعب يعني لا هو اقول لك فنيا لهالدرجه واصل فريق الزوراء؟ الزوراء غير مقنع ابد.